في كل يوم تقول الارض يا رب دعني يعني ابتلع ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا رب دعني اغرق ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، تقول الجبال يا رب دعني اطلق على ابن ادم اكل من، وتقول السماء يا رب دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل. قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها، من جاءني منهم تائبا فلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. هذه محبة. هذا هو الله المحب لعباده، وهو الغفور الودود، ليس غفورا فقط ولكن ودود، وعفوه يستغرق الذنوب، مجرد يعفو عنك يمسح، ولا هو يعفو الذنوب، يغفر الذنوب ويمسحها وخلاص ويثبت مكانها حسنات. فاولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل سيئاتك حسنات. وبعدين الله يحب التوابين. يعني ايه توابين؟ يعني خطائين وتوابين، يخطئ ويتوب يخطئ فهو تواب. تواب مما؟ من كثرة ذنوبه سبحان الله العظيم. فهذه المحبة يجب أن تقابل بمحبة. ما الذي يريده الله منا؟ صدق التوحيد، صدق الإيمان، تحكيم شرع الله في الكون. لا يريد منا إلا هذا. لو حكمنا شرع الله في الكون لانحنت لنا البشرية كلها كما انحنت لأسلافنا. قال مستشرق في الأندلس: أنتم كنتم هنا على أرض الأندلس لما كنتم لله خلائف، ثم خرجتم منها لما أصبحتم على ثراها طوائف. فصل قصير موصل. توكل على الله.